هو علم النفس بلغة أخرى. ونختم محطاتنا الأولى مع صوت روائي وشاعر يعرف كيف يقرأ النص من جوفه لا من سطحه. نرحب بالكاتب هوشنج أوسي الذي يقدم لنا الليلة ورقته الجريئة بعنوان عن الإجهاض والعلاقات العاطفية العابرة وأكلافها. قراءة صريحة وعميقة يقينا ستفتح أبواب المسكوت عنه وتعيد طرح الأسئلة الكبرى حول الجسد والحرية والاختيار الإنساني. مرحبا بالكاتب هوشنج أوسي، تفضل. مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذة نورة. آه، هذا هو العمل الثاني الذي أقرأه للأستاذة نورة بعد سنوات الجري في المكان، واستمتعت بقراءة العملين. لكن المتعة التي استحصلت عليها من بيت الجاز تجاوزت سنوات الجري في المكان. كلا العملين فيهما طاقة إبداعية، فيهما جهد، فيهما مجال للتجريب الروائي والكتابة الروائية. من باب المقاربة ما بين العملين في تقديري وظني واجتهادي بين مزدوجين، هذا العمل يتجاوز سابقه. ده رأيي. نقطة أخرى أود التأكيد عليها قبل قراءة الورقة. الأعمال المختلف عليها، أو الأعمال الروائية الجيدة والمهمة، هي تلك المختلف عليها التي تتعدد القراءات حولها، ما بين مفتتنة، عفوا، وما بين معجبة، وما بين منتقدة. لا يخلو أي عمل إبداعي من هكذا مستويات. لكن آه، هذا العمل حتى على مستوى الغلاف، آه، حتى على مستوى الغلاف مميز. يعني إن لاحظتم معي لون الغلاف، الهدوء الذي فيه، الجانب الزخرفي التقليدي الكلاسيكي في تصاميم أغلفة الكتب القديمة، خط الثلث، بيت الجاز، وشكل علبة الكبريت، الإطار العام للوحة، لا أعلم إن كانت تظهر أم لا. شكل علبة الكبريت وعود الثقاب النافر في الغلاف. الغلاف من تصميم عبد الرحمن صواب، وهو فنان يعني ومتمكن من صنعته، لكنه أضاف إلى هذا النص رؤية بصرية في الغلاف في تقديري كان ناجحا، مثلما كان النص أيضا مهما وناجحا. أتجه الآن إلى قراءة الورقة، راجيا سعة الصدر وطول البال. وإن كانت هنالك بعض الملاحظات التقنية الواردة فهي محض اجتهاد، تقبل الخطأ والصواب. رواية بيت الجاز لنورا ناجي عن الإجهاض والعلاقات العاطفية العابرة وأكلافها. العلاقات العاطفية في الشخصيتين، من الشخصيات الرئيسة في الرواية شخصية يمنى ورضوى، لكن لا يمكن الحديث عن علاقة عاطفية في شخصية مرمر، وسآتي في معرض الحديث حول التفاصيل. كيف يمكن لحدث جلل مؤثر ومفصلي في حياة بلد بحجم مصر كإعلان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك استقالته تحت ضغط ثورة شعبية أن يتحول إلى حدث هامشي عارض وعابر وتافه بالتوازي مع حدث آخر هامشي جرى في نفس اللحظة، هو إضرام فتاة النار بجسدها ورميها نفسها من سطح إحدى بنايات الحواري العشوائية. هذا الحدث البسيط العارض الذي ربما يعني تشهده مصر، صاحبة 100 مليون
إنسان ربما أحداث من هذا النوع، أحداث هامشية في الأحياء الهامشية تتكرر وتحدث. لكن جبروت الكاتب أو الكاتبة، الجبروت الإبداعي والطاقة الإبداعية أن تتخذ من هذا الحدث الهامشي أساسا وركيزة لبناء متن استراتيجي وسردية استراتيجية تعالج. وكأنه نورا ناجي تريد أن تقول أنه لا يمكن لأي تفصيل استثنائي وعابر وهامشي وبسيط أن يكون هو الرئيسي، هو المركزي، هو الذي تقف عليه استراتيجية الحياة. إذن يتحول هذا الحدث الهامشي، إحراق فتاة أو طفلة نفسها ورمي نفسها من فوق البناية، إلى بؤرة روائية تسرد فيها تراجيديا بلد وخيبات مواطنيه وسقوط وانهيار الأحلام الكبرى والأحلام الصغرى، الأحلام الكبرى على المستوى الجمعي والأحلام الصغرى على المستوى الفردي، وسقوط الأحلام الكبرى والأحلام الصغرى على قارعة الواقع الكارثي. طفلة مصرية تشترك مع البوعزيزي في البؤس والفقر وإضرام النار بالجسد، وتختلف معه في الأسباب والخلفيات. في الحالتين، في كلتا الحالتين ثمة رفض واحتجاج. وإذا كانت تفاصيل حكاية البوعزيزي معروفة الأسباب والنتائج والمآلات، فإن حكاية الطفلة مرمر وتفاصيلها المريرة والمؤلمة والصادمة فقد طوتها نور ناجي في روايتها الأخيرة بيت الجاز الصادرة عن دار الشروق المصرية. إذن شخصان أعلنا استقالتهما في نفس اللحظة. مبارك استقال من منصب الرئاسة، والطفل مرمر استقالت من الحياة. مبارك سقط حكمه، ومرمر أسقطت نفسها كتلة من اللهب على قارعة الطريق. وعليه لعبة تصدير التفصيل الهامشي العابر على أنه حدث مفصلي ومركزي واستراتيجي، وتقديمه على التفاصيل الكبرى الجسيمة في حياة الأمم والشعوب والبلدان. تلك اللعبة، تلك كانت لعبة ناجي، نور ناجي طبعا، التي أتقنتها في بيت الجاز. في هذه الرواية نحن إزاء عدة شخصيات نسائية تتقاطع سردياتها وتتعاضد بعضها وتعاضد بعضها بعضا. محورها ورافعتها الاستراتيجية حكاية الطفلة مرمر. تبدأ ناجي بسردية الكاتبة رضوى محفوظ وانشغالها الدائم بقصة سقوط الطفل ومعاناتها مع الكتابة، لأنها قاسية عليها أن تعري نفسها وتعري ما حدث. الكتابة أقسى من الحياة، الصفحة 25 من الرواية. ومعاناة رضوى مع المحيط وأيام الألم والقسوة وكل الأشخاص الذين تجاهلوها والذين أهانوها والذين منحوها وعودا لم يفوا بها والذين اعتقدوا أنها مجرد امرأة تافهة كاتبة عادية بلا مأساة حقيقية، لا تملك موقفا حقيقيا. الصفحة 25 من الرواية. ومصارحة أمها لها بأنها ابنة ملجأ، صفحة 53، وأنها سجينة الخوف، سجينة فكرة أن ما تكتبه قد يظلمها، صفحة 31. تدخل رضوى في علاقة عاطفية مع كاتب يدعوها إلى شقته فتستجيب وتستسلم له، ويحدث الحمل، صفحة 176 167 168. وتضطر إلى الإجهاض ومساعدة عشيقها لها بأخذها إلى المستشفى للقيام بذلك. سألته لما لا يتزوجان؟ ما تعرفه أن الإهانة
تضاعفت عند رفض عرضها. وقال، ماذا قال؟ إنه لا يستطيع الارتباط بكاتبة هي لا ترى العالم من خلاله، لا بيت يحتمل كاتبين، لا مكتبين في ذات الغرفة. يود السباحة صحبة طوق نجاة، وليس ثقلا يجذبه إلى الأسفل. الصفحة 173 174. تقرر رضوى تحويل كل تلك الخيبة والمهانة والخذلان والصدمة التي تلقتها إلى رواية ستتذكر بالكتابة وستنسى بها أيضا. الصفحة 174. من دون أن نسهو عن أن نور ناجي اختارت عمدا اسم رضوى محفوظ لبطلتها الأولى الكاتبة، وهو حاصل جمع بين اسمين مهمين في عالم الرواية المصرية والعربية: رضوى عاشور ونجيب محفوظ. الشخصية النسائية الثانية يمنى، الطبيبة المتخصصة بالأمراض الجلدية والجذام، تعمل في مستشفى الجذام وتسكن شقة في نفس حي بيت الجاز. بالرغم من مغادرتها له إلا أنها تمر به كل يوم. حكم عليها التجمد في تلك اللحظة وفي ذلك البيت، وذلك السطح الفارغ الذي وقعت عليه مرمر وتحولت إلى قصة أسطورية في ذاكرة الجيران. الصفحة 16. ستتذكر يمنى تلك اللحظة إلى الأبد. الخطين الداكنين لاختبار الحمل المنزلي، ولحظة ابتسامة مرمر لها وهي تشتعل. صفحة 11. مع ذلك فهي تكره الرتابة والحياة النمطية المكررة، وعاشت محطات في حياتها لم تشأها مين يمنى، وكانت مفروضة عليها كدراسة الطب والزواج من رجل وإنجاب طفلة. صفحة 34. عانت من العنف الأسري. صفحة 120. ولديها عيادتها الخاصة تزيل فيها الشعر من أجساد النساء بالليزر. مهووسة بالأفلام والمسلسلات الرومانسية، وتكتب مراجعات عنها على الفيسبوك. الصفحة 68. وبالرغم من أنها متزوجة إلا أنها تخون زوجها وتدخل في علاقة عابرة مع طبيب أسنان يشبه نور الشريف. الصفحة 38. وتحمل منه رغم وجود اللولب داخل رحمها. صفحة 39. في لحظة استسلمت لرجل آخر ونسيت فيها كل ما تشبثت به من أفكار والتزامات ومسؤوليات. لحظة نسيت فيها أنها زوجة وأم وابنة وطبيبة، وأنها تسخر من النساء اللاتي تفعلن ذلك وتحكم عليهن وتندهش منهن. الصفحة 38. فاتخذت قرار الإجهاض وإخفاء ذلك عن زوجها، وستتظاهر أنها تعاني من نزيف حاد هذا الشهر، وتجلس في بيتها مدعية المرض لتحصل على إجازة ستأخذها حذرها أكثر، ولن تثق في لولب أو حبوب منع الحمل. الصفحة 43. لكنها فشلت في محاولات الإسقاط. والشخصية النسائية الثالثة، نحن تحدثنا عن رضوى وتحدثنا عن يمنى، الآن نتحدث عن مرمر. والشخصية النسائية الثالثة كانت الطفلة مرمر، ذات 13 عاما، من أسرة فقيرة تعمل في بيت يبيع وقود الجاز للأفران والمنازل. اعتادت على ضرب الأب ولكماته كلما ارتكبت خطأ. الصفحة 22. اعتدى عليها عمها زيزو. تخبر الأم زوجها أن شقيقه الصغير فعل بالبنت فعلته، لكنه لا يصدق لعدم ثقته بذكورة زيزو. صفحة 92. ورغم إنكاره الأب إلا أنه مقتنع بكلام زوجته: عيل وسخ يجي على أمه
مش حيهيج على بنت أخيه. الصفحة 96. أخذتها أمها وعمتها إلى المستشفى، مستشفى الجذام، بمساعدة الممرضة كريمة. وفي حمام المستشفى تم توليد مرمر ورمي طفلها من الشباك. الصفحة 104. بعد مضي فترة وجيزة تنهي مرمر حياتها بسكب الجاز على نفسها وإضرام النار بجسدها والقفز من سطح البناية إلى الأرض، في إشارة ضمنية إلى رغبة الطفلة الأم. هي طفلة لكنها أم. الرغبة في إشارة ضمنية إلى رغبة الطفلة الأم في اللحاق بطفلها المفقود الذي ربما يكون في السماء حيث الملائكة، لكنها تسقط على الأرض جثة متفحمة. في نهاية المطاف نكتشف أن يمنى ومرمر هما شخصيتان روائيتان من شخصيات رضوى الروائية، وكل الشخصيات هي رضوى. كل ما تكتبه هو انعكاسات آلامها ومخاوفها ورغباتها وشرها وسذاجتها. الصفحة 198. إذن يمكن القول أن نور ناجي وزعت أقساطا من تجربتها الشخصية وآلامها وتناقضاتها على شخصياتها الروائية، يعني أغلبنا يفعل ذلك يعني. وعليه كل رواية مهما بلغت درجة التخيل والتحايل والمواراة فيها، هنالك دائما جوانب من السيرة الذاتية تتسرب إلى الرواية، سواء أكان ذلك سهوا أو عن سابق إصرار وتصميم. اللافت أن مدخل التعريب بيمنى هو التذكير الأبدي لمشهد احتراق مرمر وسقوطها، يتقاطع مع مدخل التعريف برضوى ظلت الأقصوصة ماثلة أمام عينيها 13 عاما. الصفحة 7. وأنحت الكاتبة محنة التذكر تلك بانتهائها من كتابة روايتها، بينما اندمجت مرمر داخل شخصية يمنى، لأنهما في الأصل شخصيتان روائيتان داخل متن رواية آه، رضوى محفوظ التي لم نعرف عنوانها. يعني نحن نعرف عنوان بيت الجاز لناجي، لكن الرواية التي أنهتها آه، رضوى محفوظ لم نعرف عنوانها، بينما مجمل ما تقدم من حيوات ومعاناة وخيبات شخصياتها طوتها نور ناجي تحت عنوان بيت الجاز. إذن رضوى ويمنى ومرمر معطوف عليهن ثريا ونجاة هن سرديات نسائية نتاج الخيبة والألم. وإذا كانت الكاتبة رضوى ضحية علاقة حب فاشلة، فإن الاكتئاب وعدم الرضا دفعت يمنى إلى الخيانة الزوجية ودفع الأثمان النفسية والجسدية لتلك الخيانة، بينما الطفل مرمر كانت ضحية البراءة والفقر والجهل وتستر الأهل على زنا المحارم الذي اقترفه عمها، والجاني الأول عليها الذي فتح الباب أمام مجموعة أخرى من الجنات: الأم، الأب، والعمة، والممرضة، الذين حاولوا إنقاذها لكنهم ساهموا في دمارها أيضا. الآن نأتي إلى العنوان، خدعة العنوان. أول ما قرأت العنوان ذهب بي الظن والتخمين إلى عالم الموسيقى، وأن الرواية ستتناول موسيقى الجاز، على اعتبار أن هنالك بيت الشعر، بيت الرواية، بيت الفلسفة، بيت الحكمة، بيت العود، يعني كمؤسسات ثقافية. وعليه تساءلت: لم لا تستخدم نور ناجي موسيقى الجاز موضوعا رئيسا لروايتها؟ لكن مع قراءة الرواية اتضح لي أن خيالي وظني شطحا بعيدا.
والجاز المقصود به هو الوقود المشتق من البترول وليس الموسيقى. هنا أعتقد أن نور ناجي نجحت في اختيار عنوان ذي حمولة مخادعة لا يفصح، بل يوحي المتن بل يوحي المتن بكنهه وكينونته. عنوان مضلل يضع القارئ في منطقة مغايرة تماما، ويتولى المتن إعادته من هناك، حيث الصدمة إلى واقع الرواية ووقائعها المؤلمة. وعليه كان العنوان بسيطا: بيت الجاز، ولؤمه الجميل ومخاتلته الذكية في بساطته. الآن ثمات الرواية. مثلما أن رواية بيت الجاز متعددة الرواة أو الراويات، فهي متعددة السمات أيضا، منها معاناة الكتابة والكاتبات وخيباتهن العاطفية، ومحاولة الثأر من الفشل العاطفي والانتقام أو التداوي أو التعافي عبر الكتابة، كل ذلك عبر شخصية رضوى محفوظ. الثيمة الثانية التي في تقديري من ثيمات الرواية هي ثيمة الخيانة الزوجية تحت ضغط الاكتئاب وعدم الرضا من خلال شخصية يمنى. والثيمة الثالثة أيضا لها علاقة بالثيمتين الأولى، هي ثيمة زنا المحارم وتستر الأهل والتستر العائلي على شخصية زيزو. القاسم المشترك بين النماذج النسائية الثلاث السعي نحو الإجهاض كحل جذري لمشاكلهن. طبعا الطفلة مرمر ما كانت بتفكر، لكن المحيط بها أجهضوها، يعني فيها في كخلاص، يعني سعي نحو الإجهاض كحل جذري لمشاكلهن المتشابهة: الحمل الغير الشرعي والمرفوض. نجحت نورا ناجي في بناء شخصيتي رضوى ويمنى، إلا أن خاتمة تمرمر والتحضير للانتحار حرقا وسقوطا من سطح البناية من قبل طفلة عمرها بالكاد 13 سنة، وسرقتها عود ثقاب من جيب والدها، وتنفيذها مخطط الانتحار. في تقديري وطبقا لمنطق الأحوال كان يلزمه المزيد من الشغل والمراجعة بهدف الإقناع. الآن نأتي إلى البناء. وزعت الكاتبة نورة ناجي عملها الروائي على 33 فصلا أو مقطعا بثلاثة عناوين رئيسة متوالية: الكاتبة، الرواية، الحقيقة. بدأتها بالكاتبة، واختتمت الرواية أيضا بالكاتبة. وما يعني أن حظ الكاتبة من هذا التقسيم، هذا التوزيع، كان 12 مقطعا، وحظ الرواية 11 مقطعا. 11 مقطع زي ما بيقولوا بالمصري 11، والحقيقة 10 مقاطع. هذا التوزيع التنازلي، فضلا عن كونه دائري من حيث ابتدأ انتهى، آه، رصيد الحقيقة فيه هو الأقل. الحقيقة 10 مقاطع. أعتقد أن الأصل، هذا رأيي وظني وتخميني، أن الأصل في بيت الجاز فلا 3 فصول رئيسة فقط: هي الكاتبة أو الرواية والحقيقة. قامت الكاتبة نورة ناجي بتقطيعها وتشبيكها وتضفيرها، طبعا بطريقة ناجحة وذكية بنجاح، لكن تكرار الترتيب أو الشكل التراتبي: الكاتبة، الرواية، الحقيقة، الكاتبة، الرواية، الحقيقة، تقريبا 10 مرات. هذا التكرار يعني أضفى على البناء الروائي مسحة من كمان الرتابة، يعني بالرغم من طاقة التجريب الواضحة في هذه المحاولة. الآن معذرة، يعني شوية هفوات تقنية.
لا يعني كلنا نسقط فيها. ومشكلة هذه الأفواه التقنية أنه دور النشر العربية ينبغي أن تخصص بالفعل يعني التحرير، موضوعة التحرير الأدبي هنا في أوروبا والبلدان المتقدمة. التحرير الأدبي يدرس في الجامعات، وصلاحيات المحرر الأدبي واسعة، أنه ممكن المحرر الأدبي يلغي فصول بأكملها. في العالم العربي مع الأسف الشديد أنه أحيانا الانهماك في الكتابة يجعل الكاتب يسهو عن بعض التفاصيل التي يعني يشغله شغف الكتابة، انه هذه التفاصيل. واحيانا القراءة كمان يعني ما بيشوف المشاكل التقنية في نصه، بس بيشوف في مكان في مشاكل آخرين. انا متأكد تماما عندما تقرأ النور ناجي لوشنك سترى هذه المشاكل التقنية في نصوصه مثلا يعني. لكن وجود المشاكل التقنية في نصوص وشنك هل يحول دون أن يذكر مشاكل الآخرين؟ في تقديري لا. فأي نص متعوب عليه كبيت الجاز لن يخلو من بعض الأمور التي يحاول تلخيصها هنا في بعض الأمور للاستفادة. يعني الأستاذة والصديقة نورة وهي أستاذتنا، ويعني نتعلم منها. أحاول لفت انتباهها لبعض الأمور التقنية البسيطة التي لا ولن تعكر جمال هذه ال- القطعة الأدبية. بالرغم من أن بيت الجاز متوسطة الحجم 200 صفحة تقريبا، إلا أنها لم تخلو من بعض المشاكل التقنية المتعلقة بالتحرير الأدبي. أذكر جزءا منها. واحد، في الصفحة 8 تصف الكاتبة سقوط الطفل على رأس الرجل بكتلة لزجة متغضنة. وفي الصفحة نفسها وبعد أسطر تقول: تساءل الرجل الذي سقط عليه كيس يعني الذي سقط عليه ما الذي تساءل ما الذي سقط عليه؟ كيس قمامة، قالب طوب، علبة مياه غازية. رأيي منطق الأحوال والأشياء يقول أن الكتلة اللزجة يمكن أن تكون كيس قمامة، لكن بكل تأكيد لن تكون قالب طوب أو عبوة مياه غازية خمنها الرجل لاختلاف شدة الألم والصدمة. عدا عن ذلك رؤيته للطفل يعني هو عندما رأى الكائن الذي سقط، خلاص احتمالات العبوة أو الطوبة أو كيس قمامة انتهى التفكير في موضوع ال- ماهية وطبيعة الشيء الذي سقط عليه. اثنين، أو ثانيا، في الصفحة 7 رضوى جالسة على الأريكة وتدخن، تتابع من شاشة التلفزيون ما يجري في ميدان التحرير. طبعا لحظات إعلان مبارك أو خروج عمر سليمان وإعلانه استقالة مبارك، تلك اللحظات. رضوى جالسة على الأريكة وتدخن، تتابع من شاشة التلفزيون ما يجري في ميدان التحرير بذهن مشوش إلى الأقصوصة المذكورة في صفحة الحوادث. وفي الصفحة 9 تسأل نفسها، أي رضوى تسأل نفسها وهي جالسة خلف مكتبها تتأمل الأقصوصة التي تحتفظ بها داخل الكتاب. هذا الاختلاف يعني بين مكانين وزمنين لحدث واحد متواصل يلزمه يعني القليل من المراجعة والضبط في تقديري لترك شيء يقنع القارئ بتلك القفزة الزمانية والمكانية. ثالثا، ظهرت في الرواية كلمات مصرية دارجة في سياق فصيح. يعني أنا مع، وهذه الرواية فيها يعني من الكلام العامي زي ما قال الصديق العزيز مجدي نصار، بوعي الشخصيات. مثلا زيزو له مستوى وعي
كلامه منطقه يناسب مستوى وعيه. الكلام المنسوب إلى الشخصيات الروائية انسجم مع مستويات أو طبقات الوعي لديها. الكلام العامي يعني مثلما كلمة فصيحة جدا تكون غير مستساغة في كلام عامي، في تقديري الكلمة العامية أيضا ربما لا تكون مستساغة في كلام فصيح، في جملة فصيحة. يعني مثال، يعني ظهرت في الرواية كلمات عامية مصرية دارجة في سياق فصيح لرسم مثلا، لرسم وشوش الناس أمام المحكمة، صفحة 77. كذلك في الصفحة طبعا في أماكن عديدة، يعني في النماذج هذه 85، الرجل الذي ترتدي دبلته. مثلا نحن في الشام ما بنقول دبلة، بعتقد في العراق كمان ما بيقولوا دبلة يعني. فيعني الجملة فصيحة، هي بإمكانها تقول أنه خاتمه، يعني مش مشكلة، مش يعني مش هيحدث انقلاب. لكن هذا ما جرى في أماكن عديدة. أنا اخترت أنه أنا في تقدير أنه الكلام العامي كقارئ أقول، يعني ونحن أبناء مهنة، يعني أبناء صنعة واحدة، لأنه أنا ما شفتش يعني مناسب الحتة دي، يعني الكلام العامي في سياق فصيح. كمان رابعا في الصفحة 24 تقول الكاتبة: بقلم مدبب يحفر الأفكار بالسن الحادة. أولا، لا يوجد قلم مدبب الرأس أو قلم غير مدبب الرأس. دائما الأقلام مدببة الرأس، يعني ما فيش أنا ما شفت الأقلام التي يكتب فيها الخطاطين الريشة. نعم، دي نعم، لكن بكل تأكيد مش القلم، يعني القلم ده أو الريشة دي مش تقصده الكاتبة. الأقلام العادية دائما رؤوسها مدببة، قلم الرصاص، قلم أي قلم يعني، حتى قلم الكحل والبتاع بيكون شوي يعني فيه مدبب. فزيادة في الشرح، الاستفاضة في الشروح مثلا، يعني لا يوجد قلم غير مدبب الرأس. ثانيا، طالما انها ذكرت صفة المدبب، هذا ضمنا يعني انه رأسه حاد خلاص، يعني ما عاد في داعي للشرح والقول بالرأس الحاد. خلاص هو مدبب، فسيكون رأسه بالضرورة حادا. أنا مقصدي في هذا الكلام الاستفاضة أو الزيادة في الشروح أو الإضافات التي ممكن الاستغناء عنها في أثناء الكتابة. كذلك في الصفحة 29 تقول الرواية: قلبها يدق وكأنه داخل طبل مجوف. يا أستاذة نورة، يعني منطق الأحوال والأشياء يقول لا توجد طبلة غير مجوفة. يعني الطبلة كل الطبل مجوف. يعني هذا أيضا فيما يخص الشروع. آه، يعني وصف الطبلة بأنها مجوفة هو لزوم لا لزوم له، يعني ما, ما له لازم. خامسا في الصفحة 30 ذكرت الرواية: تنسى كأنها لم تكن، في تناص مع عنوان قصيدة محمود درويش. أنا معك، القصيدة معروفة، قصيدة مشهورة، تنسى كأنك لم تكن، لكن أنت أضفت يعني هاء الغائب، كأنها، تنسى كأنها لم تكن. هذا التناص مشروع وجميل وفي مكانه، بس يعني يعني ضفرين أو قوسين او في الهامش. ما تكتبيش في الهامش، انت مش مجبره تكتبي ومحمود درويش وقصيده، ما حطيهم طفرين وخلاص. كمان في ملاحظه يعني تقنيه عابره: ستة، لم يعد زيزو إلى البيت منذ ذلك اليوم الذي سرقت فيه أم مرمر ولطمت ابنتها. الصفحة 75. لم يعد زيزو منذ ذلك اليوم. هيك يا أستاذ صحيح. طلعتها والله في الطبعة الجاية. بوم. لم يعد زيزو
يعني خلاص ما عادش زيزو، ما رجعش للبيت. كسر رجله، خبطته عربية، وحش افترسه، ما رجعش للبيت. السياق هكذا يقول لنا بسبب اكتشاف الحمل. يفهم من هذا الكلام أنه لم يعد هين. بينما في الصفحة 189 تقول الرواية: في تلك الليلة عاد زيزو فجرا إلى البيت. هو رجع ولا ما رجعش؟ عايزين نفهم. فعلما أنه الفجر فيما يتعلق في الأزمنة غير محسوب على الليلة التي سبقته، يعني هو محسوب على صباح اليوم التالي. ضبط الأزمنة وضبط الأحوال دي كمان. نعم أنا معك، هوس الكتابة، شغف الكتابة، لكن المحرر الأدبي في دار الشروق يتحمل المسؤولية، مش أنت. أنا أذكر الكلام ده مش يعني انتقاصا من جهدك الأدبي والإبداعي، لا. أنا في هذا النقد ما يتعلق بالأمور التقنية يتحمل 90% المحرر الأدبي والجهة الناشرة. 10% أنت تتحملين، مش يعني 10 كفاية. إيه كمان ومن الهفوات المتعلقة بالتحرير الأدبي أيضا استخدام حرفي العطف وراء بعض، أو الحرف الذي يفيد الاختيار. ويعني ده أنا شفته في أماكن عديدة، مثلا في الصفحة 165، أو وهي، يعني واو العطف وأو ورا بعض، يعني ما بتظبطش يعني في الحتة دي. تكرار لا 12 مرة في الصفحة 25، وتكرار كلمة براءة 4 مرات في سطرين صفحة 42، وتكرار انتزاع 5 مرات في 3 أسطر الصفحة 156، والإكثار من استخدام السوف. أنا في الحتة دي أختلف شوية مع العزيز مجدي. يعني أصلا الرواية في الزمن الماضي، اللهم الروايات المتعلقة بالخيال العلمي، الروايات الاستشرافية التي تتعلق أو تخوض في المستقبل. رواية، أي رواية الآن يعني كانت لحظة وصارت من الماضي. قصة الإكثار من سوف أو السين هذه التي تعمل عمل سوف، وسيذهب وسيأكل وسينام وحتخبطه عربية وحيموت وتنتقل روحه للأعلى، وتيجي طيارة وتخبطها السوف دي يعني الإكثار منها أحيانا يمكن الواحد من باب تشويق أو كذا يعني يستفز القارئ ويشوقه حبتين. بس الإكثار منها في تقديري أنه يعني ينعكس سلبا على النص. 7 في الصفحة 92 تقول الرواية: تخبره زوجته أن زيزو من فعل بالبنت فعلته. وفي الصفحة 2 126 تقول: حاولت الجعيرة في زوجها وإخباره أن زيزو من فعلها لكنها لم تقدر. نطق الأمر يعني الاعتراف به. الأم هنا حكت لزوجها ولا ما حكتش؟ يعني في تضارب في ذكر الحالة في صفحتين، في مشهدين روائيين. حاصل القول: قدمت نور ناجي قطعة أدبية جميلة وهامة وناجحة، والهفوات التقنية الواردة التي ذكرتها لا تقلل من أهميتها البتة. رواية رواية بيت الجاز عكست جانبا من حيوات الطبقة الوسطى والمسحوقة أحلامهما والمجهدة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، كحلم ثورة يناير على الظلم والاستبداد والفقر والانعدام. يعني ما حصلش حاجة. يعني نوع من المراجعات النقدية الضمنية، انه طالما الثورات التي نؤمن بها ونخرج في الساحات وما
لا تحقق أحلامنا، والثورات دائما لا تحقق الأحلام. يعني نحن الرومانسيين زيادة يعني. هذه المراجعة السياسية الخفية الضمنية الذكية يعني موجود في هذه الرواية، رغم أنه الرواية مش رواية سياسية يعني، لكن الخيط الخفي الذي يعني مشكل كبير من حياتنا في منطقة الشرق الأوسط، موضوع السياسة والاشتغال في السياسة. حتى رضوى الكاتبة كمان، الدنيا مقلوبة والرئيس يستقيل، وميدان التحرير، وهي اللي شغل دماغها قصة أخرى، جانب إنساني، تفصيل إنساني. ده هذه المفارقة في حياة الكاتب، المنحاز للجانب الإنساني، للتفصيل الهامشي الإنساني، ده كان في منتهى الأهمية وفي منتهى الدهاء والمكر الروائي. رواية كانت الشخصيات الذكورية في غالبها أنانية، عنيفة، عنجهية. يعني أنا ما شفتش راجل محترم في الرواية دي. كل النساء كل النساء هنا معذبات، مسحوقات، مقموعات. يعني ده نعم، لكن ولا راجل محترم عليه القيمة. أنا ما شفتش يعني. بمعنى وثيقة إدانة للذكورة. نعم، الذكورة تستحق، لا تستحق يعني، هنالك الكثير. أنا هذا كتقييمي للرواية. يعني هي رواية اجتماعية بالدرجة الأولى، فيها الجانب النفسي اللي ذكرته الدكتورة نهال. المونولوجات الداخلية مهمة، وهي تعكس الجانب النفسي. رواية كانت الشخصيات الذكورية في غالبها سلبية، أنانية، عنيفة، كعوض عبد الدايم، والد مرمر، وعمها الأوسط وعمها الأصغر، كل عيلتها زبالة، ولا واحد منهم محترم. والكاتب المجهول حبيب رضوى الذي خذلها وتركها، والطبيب الأسنان اللي بيشبه نور الشريف اللي خدع يمنى. بينما الشخصيات النسائية تعاني الخوف والقلق والصدمات والآلام والظلم، لكن وعدم الاستسلام للواقع. ولا شخصية نسائية من هذه الشخصيات الموجودة في هذا المتن الروائي كانت مستسلمة لهذا. كل واحدة منهم حاولت أن تعالج مشاكلها بطريقتها الخاصة. رضوى بالكتابة، الطفلة بالانتحار، يمنى بطريقتها أخرى. الكل حاول أن يخرج من معاناته وواجه هذه المعاناة، وحاول أن معالجة هذه المعاناة والمظلومية بطريقة مختلفة. أنا آسف على الإطالة، ويعني بالعكس يعني، شكرا يعني جدا. شكرا جدا بجد. قراءة رائعة وملحوظات مهمة جدا 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 يعني. في حاجات أنا صلحتها زي ما أنت كنت أشرت لي قبل كده، وأنا شاكرة الجهد ده يعني. مش عارفة أقول إيه والله. أنا مش لاقية كلام أقوله ويعبر عن سعادتي النهاردة. أنا وأهم متشكرة أهم شيء أشار إليه هوشنج إن ضرورة توافر محرر في دور النشر العربية. يعني دار الشروق من أكبر دور النشر يمكن في مصر تقريبا، رقم واحد. عدم وجود محرر أدبي أو محرر ثقافي في دار النشر زي دار الشروق، ده يدل إن المهنة دي أو الوظيفة ديت مفتقدة في مصر تماما. بمعنى آخر إن ممكن يكون في محرر بس هاوي، مش محترف، موجود في دور النشر العربية. آه فده إشارة وارد. مهمة جدا يعني. شكرا يا هوشنج على هذه الإضاءة الرائعة. على راسي وعيني. أدهشتنا قراءة